يلا يا قمر منك ليها، هنعمل خلطة المحشي وخليها عندك في الفريزر. جيبي كمية الطماطم اللي انت عايزاها وكام بصلاية كده. بصوا، يعني انا كنت جايبة حوالي 2 كيلو طماطم. طبعا لو عايزة تعملي بكمية اكبر اعملي، انا بعمل كل ما بفرز الطماطم بعمل كمية منهم للخلطة. بس المرة دي انا عايزة اوريكم الخلطة لوحديها من غير تفريز طماطم. هنا البصل يلا في الكبة والطماطم كمان في الخلاط ومع بعض، ضربت الطماطم والبصل. ومعانا طبعا الخضرة فريش. ما تقوليش ان الخضرة هتبقى مش حلوة، لا عادي خالص، هتتحط في الخلطة وهتبقى جميلة جدا. لما تيجي تطلع بقى تجيبي خضرة فريش، هاتي كمان وحطي عليها بزيادة، مفيش اي مشكلة. الخضرة مش بتبقى وحشة خالص، لكن ما تقلقيش خالص. هنا البصلة بتاعتي وحطيت معلقتين كبار سمنة، وكمان نزلت عليهم بحبة زيت. وشوحي بقى البصلة عادي، ما تقلقيش، صدقيني عن تجربة سنين انا بفرز بصل، بفرز طماطم، بفرز الثوم، كل الخضار انا بشيله، ما بيبقاش عندي اي مشكلة طول السنة. الطماطم غالية يا انا ما بجيبش طماطم. كنت ضاربة الطماطم في الكبة علشان تبقى محتحتة وعصرة الباقي. نزلت بقى عليها بالبصل وحطيت ملح وفلفل وبهارات. زودي بقى زي ما انتي عايزة البهارات اللي تحبيها، في ناس بتحط نعناع ناشف، براحتك. هنا كمان جبت بقى الطماطم المعصورة كمان مضروبة في الخلاط، وحطيت عليها حوالي كوبايتين. عايزة تزودي براحتك، عندك معلقة صلصة زوديها، حطي براحتك خالص، ما عندكيش ما فيش مشكلة. حلو الكلام. يلا بقى هنا بقى نزلت بالخضرة بعد ما كنت غسلاها كويس وشطفاها وسايباها تصفى عشان ما يبقاش فيها مية، انا مش عايزة فيها مية خالص. قلبتها كويس وسبتها لما تبرد. واصلا انا حطيت الخضرة بعد ما الطماطم بردت عشان الخضرة بتاعتي ما تسودش. حلو الكلام يا بنات. يلا بقى بعد ما تكون بردت خلاص وحطيت الخضرة بتاعتي، ابدأي بقى كيس بالكمية اللي تناسبك. حابة كمية كبيرة علشان لو انتي بتعملي عادة حلة كبيرة تمام، يعني انا علشان نفرين ببقى عاملة كمية صغيرة. انا هوريكم كمان الخلطة اللي انا كنت مفرزاها قبل كده عشان بس تتأكدوا. شايفين؟ يعني انا عاملة جديد وعندي من الاول. اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والشير.